يا مساء الرباعيات عليكم. لا جديد بيحصل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي كالعاده كل موسم وكل مباراه جو الرباعيات وجو الثلاثيات شيء اساسي بالنسبه له. عشان يكرر النادي الاهلي فوزه برباعيه النهارده بعد فوزه الاخير على طلائع الجيش برباعيه، يكرر النهارده مع الداخليه برباعيه كالعاده ويضيع 50-60 جون، والناس كلها بتستصعب عليها الامور، تقول لك ليه نكسب 4 لما ممكن نكسب 5 و6 و7 و8. جمهور طماع كالعاده، وانا شرحت الموضوع ده ان جماهيره طماعه ولعيبته كمان طماعه. اللي يشوف شكل النادي الاهلي في المباراه يشوف ان في فرقه لسه نازله لاول مره بترمي بياضها قدام مجلس ادارتها وقدام مدير فني بتاعها وقدام جمهور، وجايين لاول مره يعرفوا نفسيهم هم مين. بينسوا اساميهم، بينسوا ان هم نجوم، بينسوا اي حاجه خالص، بينسوا شكل المنافس اللي قدامهم قوي او ضعيف. هم عايزين يعملوا ريكورد، هم عايزين يعملوا اهداف كتير، هم عايزين يعملوا سيرك. كل مباراه عندهم نفس العاده، ما بيشبعش والتألق عنوان المجتهدين. وعشان النادي الاهلي مجتهد، وعشان النادي الاهلي ماشي في الطريق المستقيم، وعشان النادي الاهلي فرقه بطولات، فطبيعي ان اللعيبه الاحتياطي زي اللعيبه الاساسيه زي الفريق الثالث مهما نجم غاب يظل النادي الاهلي اسم واحد، يظل المدير الفني نفس الخطه اللي بيطبقها مع اللعيبه الاساسيه هو اللي بيطبقها مع اللعيبه الصف الثاني، هم اللي بيطبقها مع اللعيبه الصف الثالث. عشان تكون فرقه بطولات لازم يكون عندك مستوى الفريق كله على قلب رجل واحد. لازم ما يكونش فيه خناقات بينه وبين اللعيبه، لازم اللعيبه دايما بتحب الطرف اللي قدامها، زي اللي حصل الماتش اللي فات لما مان اوف ذا ماتش راحت ليه عمرو السوليه، راح محولها للعيب تاني عادي جدا جدا جدا. زي ما امام عاشور غاب الماتش اللي فات يلعب المباراه ديت بدون اي زعل بدون اي ضيق ويتالق ويحرز هدفين. زي النادي الاهلي لما عينه اختارت وسام ابو علي مهاجم بدرجه ممتازه، مهاجم فز، مهاجم نبشوا عليه ما بين ما فيش حد كان يسمع عنه، قدروا يجابوا مهاجم خطر، مهاجم دايما رجله حلوه على الجون، مهاجم دايما مشاكس، مهاجم خطر، قدر يحرز جونين، وصل لعدد 8 اهداف بقى هداف الدوري. هي دي سمات الفرق الكبيره، بيعرف يختار صح، بيعرف يركز على لعيبه صح، يعرف يخلق روح كامله الناس كلها على قلب راجل واحد، الناس سواسيه. فبالتالي النادي الاهلي النهارده كل مباراه بتشكيله مختلفه، كل مباراه بتوليفه مختلفه، كل مباراه بتغييره مختلفه، واللي ينرفزك واللي يضايقك ويبسط جماهير النادي الاهلي ان اللي نازل اقوى من اللي موجود. يعني تخيل لما كريستو بره، كريستو لسه ما حدش شاف امكانيات كريستو، تخيل اليو ديانج بره، تخيل ان مين تاني يا رب، تخيل ان قفشه بره، تخيل ان لعيبه كبيره جدا بره من كتر الاسامي الكتير على النادي الاهلي. اصل انا بس ركزت على حد بيقول لي قول ما شاء الله، والله ما بحسد الاهلي، اقسم بالله لا بحسد الاهلي ولا عيني من الاهلي ولا بنق على الاهلي ولا عيني وحشه على الاهلي، بالعكس اقسم بالله انا لما بتكلم على النادي الاهلي انا بسرد لك واقع. تلاقي عمر كمال بره النهارده، محمد هاني ما كانش موجود الماتش اللي فات، جه النهارده محمد هاني، النهارده عمر كمال ما كانش موجود الماتش اللي فات، موجود النهارده عمر كمال، اليو ديانج بينزل الماتشات، النهارده كريستو نزل مباراه، قفشه نزلت المباراه، مروان عطيه النهارده موجود اساسي في المباراه، اكرم توفيق كان موجود الماتش اللي فات مش موجود المباراه ديت. شويه اداء عالي من كولر اللي معرفش جماهير نادي الاهلي بتنتقده ليه. الراجل كل مباراة من أقوى الهجوم اللي موجود في الدوري، الراجل كل مباراة لن يقل أي مباراة عن 3 و4 تجوان. مستني منه إيه يا طماع؟ مستني منه إيه أكتر من كده؟ ومحدش يقول لي المنافس داخلية زي الطلائع زي فاركو زي كل الفرق. كل الفرق اللي بتنافس على الهبوط المنافسه معاها اصعب بكتير، وانا هاكد لكم كلامي مع الماتشات الجايه للنادي الاهلي، سواء الطلائع وسواء الماتش اللي بعديه بيراميدز او سواء المصري سواء فيوتشر، النادي الاهلي اداء واحد، النادي الاهلي يرعب اي منافس هيروح يلعبه لانه هيحتار في ألاعب مين وأعمل مين، أمسك مين وما أمسكش مين. ومع ذلك النادي المتكامل
النادي اللي رقم 1 على الساحه المحليه، النادي رقم 1 على الساحه الافريقيه، النهارده بيخلص في صفقات سوبر زي يحيى عطله وزي المدافع الجاي من الدوري السعودي وزي لعيبه كتيره جدا جايه النادي الاهلي. هو دي سمات الفرق الكبيره، ما بيشبعش من اللعيبه، عنده سكواد كامل مكمل، ومع ذلك لسه بيدور على ورق جديد، لسه بيجدد الدم بتاعه، لسه ما بيفرقش معاه اي غيابات. هل حد النهارده حس بغياب بيرسي تاو؟ ابدا. هل حد حس بغياب كهربا؟ ابدا. هل حد حس برحيل موديست؟ ابدا. هل حد حس عبد المنعم يلعب، ربيعه يلعب، ياسر ابراهيم يلعب؟ مفيش. شوبير يلعب، الشناوي يلعب؟ مفيش. هو نفس الاداء، هو نفس الطمع. هل حد في امكانيات علي معلول حد يقدر يغطيه؟ اي لعيب يقدر يغطيه، كريم فؤاد يقدر، خالد عبد الفتاح يقدر، اكرم توفيق يقدر، اي لعيب جوكر عندهم يقدر. هل حد يحس ان النادي الاهلي ممكن لو غاب عنه لعيب يقدر يفرق مع النادي الاهلي؟ لا. فبالتالي انا لا بحسد، انا لا بنوع، انا بتكلمك على اداء فرقه ثابت مع كل الفرق، بيلعب بنفس الخطه، بيلعب بنفس الجديه، بيلعب بنفس الروح. عشان كده الفرقه دي رقم 1، عشان كده الفرقه دي ما بتشبعش، عشان كده الفرقه دي اتضغطت كل 3 ايام مباراه وما طلعوش صوتوا زي النسوان الحقونا مش قادرين وكده حرام وكده كتير، ولا بيتكلموا ولا اي حاجه. الناس ساكته، الناس ما بتتكلمش، الناس ماشيه زي ما انا كلام بكرره كل مره على الخط المستقيم. بيراميدز عندهم مشكله، هيعيد المباراه مش هيعيد المباراه، هنعمل كده مش هنعمل كذا. النادي الاهلي ما تدخلش باي كلمه. ده يدلك ان فريق ناجح ما بيفكرش في اي حد خالص. يعني لو احنا المنافس، اي منافس غير النادي الاهلي في المشكله اللي حصلت ما بين بيراميدز وما بين سموحه والماتش يبدا من الدقيقه 41 وده مش موجود في اللائحه، كان النادي الاهلي اعترض، كان النادي الاهلي طلع بيان، كان النادي الاهلي عامل حاجه زي كده. الاهلي لم يظهر في الصوره، عشان كده هو واثق في لعيبته، واثق في المدير الفني بتاعه، واثق ان هو يقدر يحسم الدوري في مباراه بيراميدز الماتشين اللي جايين ويحسم القصه، ولا يحتاج للنقط بتاعه سموحه او اي نقط تاني. هي دي الفرق الكبيره. نفس المشكله كرروها مع مباراه الزمالك، الزمالك هيلعب، الزمالك مش هيلعب، كل اللي طلبوه ورق رسمي موجود يطلع يقول ان احنا كسبانين، ان احنا كسبانين 2-0 وان الفرقه ما تروحش الملعب. لو ما طلعناش جواب حاجه زي كده احنا هنحضر في الملعب والمعسكر بتاعنا شغال. هم دول الناجحين، هم دول اللي بيكملوا، هم دول متسيدين افريقيا، هم دول الرعاة اللي بيجروا وراهم، هم دول اللي لعيبه مصر، الكلمه اللي كنا بنسمعها من 20 سنه ان لعيبه مصر بتتهاتف عشان تروح جنه النادي الاهلي، واي حد يخرج من جنه النادي الاهلي فانه في خبر كان وعمره ما يشوف خير. الكلام ده مش كلام مرسل ولا كلام سوشيال ولا كلام بنكرره ولا كذبه كررناها اكتر من مره فحفظناها، بالعكس الكلام ده بيتطبق على الواقع. شوف كل لعيب خرج من النادي الاهلي وكانوا فاطع حلة واسامي كبير، عبد الله السعيد ورمضان صبحي وحسام عاشور، كل الاباطره دول اللي كانوا نجوم ومحدش يختلف على مستواهم بعد خروجهم من النادي الاهلي راحوا فين. وشوف نفس اللعيبه اللي كملت في النادي الاهلي زي كابتن وليد سليمان، كابتن حسام غالي، كابتن عماد متعب، شوف هم بقى مكانهم عمل ازاي. شوف الحضري، شوف اي حد تاني. فبالتالي جنة النادي الاهلي ناجحه، اسلوب النادي الاهلي ناجح. اقسم بالله لو كان عندنا مشكله بتاعه رمضان صبحي وساب مش عارف ايه والكلام ده كنا طلعنا تاني يوم جبناه، زي ما سيف فاروق جعفر ادانا على قفانا ومشى ورجع تاني عادي واتعمل له عقد بملايين. اما في النادي الاهلي مفيش الكلام ده. عشان كده كلهم عارفين اللي بيغلط. هل حد سمع عن مشكله كهربا؟ كلام سوشيال، كلام كذا، محدش يعرف حاجه زي كده. الراجل بيستبعده من القايمه ولا اكن اي حاجه. هل الفرقه تاثرت؟ بالعكس، الفرقه في كيرف اعلى، فرقه في مستوى اعلى. عشان كده النادي الاهلي ناجح، عشان كده النادي الاهلي كل مباراه بيكسب برباعيه. ومحدش يقول لي اصل الداخليه تعبانه، داخليه زي فاركو، زي طلائع الجيش، زي كل الفرق، كل مستويات فرق الدوري كلها واحده. يعني انت عايز تقول النادي الاهلي لما يقابل المصري ولا فيوتشر؟ بالعكس، ده النادي الاهلي لما بيلاعب فرق زي ديت بيسخن اكتر، بيقوى اكتر. يعني لو هو بيلعب بمرجله النهارده 70 80%، لما بيجي يلعب الفرق الكبيره ديت بيخلي الاداء 120% و100%. هم دول الفرق الكبيره. عشان كده النادي الاهلي ناجح. انا لا بطبل للنادي الاهلي ولا الاهلي محتاج العبد الفقير عشان يطبل له، ولا انا سبب نجاحات النادي الاهلي. انا كل اللي انا بقوله بتمنى ان يكون موجود الكلام ده في نادي الزمالك بس.
ما يهمنيش نجاح النادي الاهلي قد ما يهمني نجاح النادي الزمالك. وانا لما اشوف منظومه ناجحه على جميع الاصعده، ما هم كان زمان كانوا بيغيبونا، كان بيقول لك النادي الاهلي عايش على المؤامره، والنادي الاهلي بيعيش. ايوه لما كنت انا طفل يعني، والنادي الاهلي بيكسب بالحكام، والنادي الاهلي ما اعرفش مين، والنادي الاهلي الدوله معاه، والنادي الاهلي كل الكلام ده قسما بالله كذب، كل الكلام ده زور. انت على ارض الواقع بتحصل. انت لما لعبت في افريقيا وصلت النهائي اتاجل لك ماتشات زيك النادي الاهلي، زيك زي النادي الاهلي. انت بيتلغى لك اجوان والاهلي بيتلغى له اجوان. كل اللي بيحصل مع نادي الاهلي بيحصل مع نادي الزمالك. لكن للاسف مؤامره، وقصه المؤامره والدوله والرعاه وحسن حمدي ووكاله الاهرام والكلام اللي احنا كبرنا عليه، لما شفته على ارض الواقع الكلام ده ما نفعش. هل النادي الاهلي اتاثر بالكلام ده؟ ما تاثرش، فضل زي ما هو ناجح، فضل زي ما هو ماشي على الخط المستقيم. فبالتالي النادي الاهلي ناجح، النادي الاهلي بيعرف يختار اللعيبه صح. النادي الاهلي لما بيلاقي نفسه ما اختارش اللعيب صح وهيحصل فيه قلق وفيه مشاكل، بيمشي في هدوء بدون اي شيء ويجيب لعيب افرس منه. موديست جه ما كانش على المستوى، راح ومشى في سلام، ولا حد حس بيه ولا حد عصر فيه اي حاجه. فبالتالي ده نجاح. لما راح وجاب وسام ابو علي من لعيب ما حدش كان يسمع عنه في طبق اليوم في الدوري السويدي، ومع ذلك نجح، ومع ذلك اثبت ان هو مهاجم فظ وازمت. جابه برقم قليل جدا وبكره يبيعه بارقام اعلى من كده. جاب اليو ديانج بنفس الطريقه. كل لعيب بيجي عند النادي الاهلي بيلمع اكتر، بيكبر اكتر، سعره بيكبر اكتر. ليه؟ لانها منظومه ناجحه. وعشان تقول الاهلي فرقه بطولات يبقى لازم عنده فرقه كامله متكامله. النهارده لما تشوف الشناوي مش موجود، الشناوي شبير موجود، ربيعه مش موجود، ياسر ابراهيم مش موجود، موجود عبد المنعم مش موجود، موجود متولي، كلهم على مستوى واحد. معلول موجود مش موجود، كريم فؤاد. اليمين محمد هاني مش موجود، عمر كمال برضه نفس المستوى. نيجي في نص الملعب عندك عمرو السوليه، عندك اكرم توفيق، عندك امام عاشور، عندك كوكا، عندك كل اللعيبه، عندك حسين الشحات. النهارده ناس كتير انتقدت حسين الشحات. حسين الشحات النهارده على اليمين وعلى الشمال، النهارده على اليمين متالق وصانع جونين، قمه التالق بتاعه. عبد القادر اللي الكل هاجم عبد القادر، رجع عبد القادر بعد ما هو اتلعب والدنيا خرجت بره التركيز وبدا نفسه يلاقي نفسه بره جنه الاهلي، ويرجع يترمى تاني في سموحه. رجع عبد القادر وبثبت رجله تاني. اكرم توفيق بعد ما كان بيتعامل كولر بطريقه وحشه بقى النهارده اساسي، بقى من رجاله كولر اساسيين موجودين. بيرسي تاو هو برضه بيتدلع وحاجه زي كده. بيرسي تاو بعد تأديب ماتشين ثلاثه هيرجع بيرسي تاو بنفس المستوى. وسام ابو علي كذلك. كهربا لو غاب قد كده ادبوه وعملوا ولا خلوه يرجع تاني على الخط المستقيم، هيرجع بنفس التهديف، بنفس الشغف، بنفس كل شيء. كل الكلام ده بيحصل تحت منظومه قويه جدا. كلمه على كلمه رجل من واحد، كلمه رجل من واحد. انت ما شفتش الماتش يبقى فاتك كتير جدا، او حضرتك ما شفتش الماتش يبقى فاتك كتير جدا، لان الماتش كان حلو قوي. مستوى الداخليه مش مستوى عالي، لكن النادي الاهلي بيفرض اسلوبه، بيفرض ضغط، بيفرض كل شيء على نفس المنوال بتاع كل الماتشات. اللي يستغرب بالنسبه لي ان النادي الاهلي لما يبقى كسبان واحد بيسخن عشان يجيب الثاني، كسبان 2 بيسخن عشان يجيب الثالث، كسبان 3 يسخن عشان يجيب الرابع، الدقيقه 90 يسخن برضه عشان عايز يجيب الخامس. تلاقي فيه السكواد في منطقه ال 18 7 8 لعيبه موجودين. هو ده اسمه الشره الكروي. جعانين كوره، عايزين يعملوا اسامي، عايزين يعملوا ركض، عايزين يوصلوا رسائل لكل الناس. انا جامد، انا قوي، انا اقدر على اي حد. اللي هيجي ناحيتي انا اصلا بنزله المباراه هو خسران 30 40% من مجهوده من رعب الماتشات. فاتمنى نكون نفس المستوى، اتمنى يكون عندنا اداره محترمه قويه ما بتسمعش اي حاجه. كلنا شفنا العصر بتاع مرتضى منصور وقد ايه هو كان صليت اللسان وشتم قد ايه كابتن محمود الخطيب، ومع ذلك ما ردش. كله كان بيشتغل قانوني وخد حقه تالت ومتلت. فضلت النادي الاهلي ما خرجش بره تركيزه وكمل في نفس المنوال. كذلك هو بيعمل القصه دي حاليا وماشي زي القطر، ما بيركزش. بيراميدز يلعب، بيراميدز ما بيلعبش، ما بيصدقش اي حاجه بتحصل موجوده. عشان كده النادي الاهلي ناجح، عشان كده النادي الاهلي جبر الزملكاويه اللي زينا نطلع نثني عليه، ونطلع نتمنى ان يكون النادي الاهلي هو ناديه. للاسف كنت اتمنى ان النادي الاهلي يكون ناديه
بس يكون جوه صوره الزمالك. لاني عمري في حياتي ما اتخيل ان انا اشجع حد غير الزمالك، ولا اتمنى اشجع حد غير الزمالك، لكن كان نفسي يكون على قد حبي للكوره على قد يكون ليا فريق ناجح او كده افضل. يعني زي ما بقول لك، انت لما يكون عندك ابن ناجح تفضل تتكلم عليه قدام الناس، انا ابني ناجح، انا ابني كذا، انا ابني. هو ده الناس الناجحه. اما موضوع الرخصه هو ده اقصى حاجه بالنسبه لنا، بقى اقصى حاجه بالنسبه لنا ان احنا نسد الديون اللي علينا عشان نخش نلعب الكونفدراليه. حاجه في منتهى الرخص، حاجه في منتهى، يعني دي مش رخصه، دي رخص بالنسبه لنا، ان مش عارفين نوصل للرخصه اللي تخلينا نشارك في الكونفدراليه. سمعه زفت موجود على نادي الزمالك، ولسه المجلس ده هيعمل سمعه زفت مع سامسون ومع لعيبه كتيره جدا جدا. انتحر والله يا ريت، بس انتحر كرويا، يعني اكتر من كده ابطل كوره، لان انا ما اعرفش اشجع حاجه غير الزمالك. فاتمنى ان باذن الله اللي جاي افضل لنادي الزمالك، ومبروك لجميع النادي الاهلي فوزها النهارده برباعيه، ومن حقكم تفخروا بفريقكم، ومن حقكم تشجعوا فريقكم بقوه جدا. وكلمه عايز اقولها بس الناس ما تفهمش ان انا بحسد النادي الاهلي او بنوع على النادي الاهلي، النادي الاهلي بنسبه 300% هيكون بطل الدوري. دي من جوايا انا بحس بالفرق الكبيره، بحس بالفرق اللي ماشيه على الصراط المستقيم، احس بالفرق اللي ماشيه زي القطر ما بتشغلش بلاقي حاجه، وربك عمره ما بيضيع ثمن مجتهد. المجتهد دايما بيوصل، لان ربك ما بيضيعش تعب حد. والنادي الاهلي منظومه ناجحه، منافس قوي بيراميدز، لكن عمرك ما هتبقى بنفس قوه وذكاء والنفس الطويل بتاع النادي الاهلي، متسيد افريقيا، متسيد البطولات المحليه. مبروك لجميع النادي الاهلي من كل قلبي، بتمنى لكم النجاح اكتر واكتر، عشان انتوا تستاهلوا النجاح. اما احنا بالنسبه لنا لنا الله. بخصوص الاهرام او بيراميدز، بنسبه 300% النادي الاهلي عمره ما يخسر من بيراميدز، بالعكس النادي الاهلي يكسب بيراميدز ويثبت ان هو رقم واحد، ان هو اللي بيغلب الفرقه المنافسه. هو اصلا يعني انت بتضايقه كده لما تجيب له بيراميدز، انت بتضايقه، بدل ما هو يكون باور 100% هيبقى باور 300% عشان يفوز على بيراميدز ويثبت ان هو الاحق والاقدر ببطوله الدوري، لان دايما ربك مع المجتهد. شكرا ليكم، سلام عليكم.